السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كويزين إلهام. اليوم إن شاء الله غنديروا العجينة المورقة اللي كتصدق 100%. غنخليكم مع بعض الصور وندوزو باش نشوف الفيديو إن شاء الله. عندي هنا المقادير: الماء والدقيق الأبيض، الزبدة، السكر والملح. أول حاجة غنبدا بها هو غندوب الزبدة في كاسرونة، يعني غندوبها تماما، وغنضيف على الدقيق غنضيف عليه الملح والسكر والزبدة اللي دوبناها. غنخلط واحد شويه وغنضيف عليهم الماء. بالنسبه للماء غتبان لكم الخليط ما بغاش يتجمع لكم، خاص تخليو يعني ما تضيفوش مازال الماء. الكميه كافيه. غتبداو تحاولوا معها غير شويه بشويه حتى تجمع لكم تماما، وما نعجنوهاش، غير نجمعوها فقط. ما خاصهاش تدليك، ما خاصهاش نعجنوها. من بعد ما جمعتها واحد شويه في الاناء، يعني كتكون شويه صعيبه باش نجمعوها في الاناء. درتها فوق طاوله العمل اللي كتكون بطبيعه الحال نقيه. وكما كتشوفوا يعني كنحاول يعني كنجمع الدقيق اللي كاين اللي شايط مع العجينه حتى كتجمع ليا العجينه على هذا الشكل هذا. صافي غنغطيها بلاستيك غذائي وغندخلها للثلاجه تقريبا 15 دقيقه. عاد غندوز باش نضيف ليها الزبده. عندي العجينه ديالي. باش نعرفوا الكميه اللي خاصها ديال الزبده خاصنا نعبروا العجينه وغنقسموا العجين، يعني الطوطه اللي كيعطينا في العجينه غنقسموها على جوج وغنديروا الكميه ديال الزبده. مثلا عندي العجينه ما عرفت فيها 400 غرام ديال العجينه، يعني غندير 200 غرام ديال الزبده. وبالنسبه للزبده كنديروا الزبده خاص بالتوريق كما وريت لكم في الفيديو. يعني كاينين جوج انواع على ما اظن في المغرب، هادو اللي معروفين. صافي وكناخذوا العجينه ديالنا من بعد ما كنكونوا رشينا واحد شويه ديال الدقيق فوق طاوله المطبخ، كنحاولوا كنسرحوه واحد شويه وكنضيفوا القطعه ديال الزبده اللي كنكونوا سرحناها في القبل. يعني الزبده الا كانت عندكم في الثلاجه خاص تجبدوها على الاقل ساعتين قبل وتسرحوها كما وريت لكم قبل، وغنديروها فوق العجينه وغنحاولوا يعني نطويو العجينه على الزبده. تشوفوا يعني خديت القطعه ديال الزبده غنديرها في الوسط وغنحاول نرجع عليها العجينه. ضروري ان الزبده ما تبانش، يعني ما تبانش كاع نهائيا، ضروري ما تغطى بالعجينه. الا ما كنتوش قادين ديروا هذه العمليه من احسن تسرحوا العجينه اكثر، يعني تخليوا الوسط شويه غليظ وتسرحوها من الاطراف باش تجمع لكم. صافي غنرش واحد شويه ديال الدقيق فوق طاوله العمل. وبالنسبه للعجينه المورقه من احسن ما نكثروش ليها بزاف ديال الدقيق. ملي كتكون عامره بالدقيق كتجي شويه صعيب، يعني ما كيكونش هذاك التوريق اللي معروف بها عجينه المورقه. كما كتشوفوا كنبدا كنسرح في العجينه، يعني طول كنديها طول، ما كنعطيش ليها في العرض، كنبقى كنسرح فيها بالطول، يعني كناخذ اتجاه واحد، ما كنعرضهاش من جهه اخرى. صافي كنحاول كنحيد الدقيق اللي كيكون زايد، ضروري ما خاصنا نحيدو. كل ما طوينا العجينه ديالنا نحيدو الدقيق. كنحيد الدقيق نطوي العجينه ديالي كما كتشوفوا، يعني كناخذ واحد الطرف يكون كبير والطرف يكون صغير، وبطبيعه الحال يعني نحيد الدقيق كامل وغنطوي مره ثالثه. وغنحاول ان هذيك الطويه نديها على جهه اليمين، دائما على يدكم اليمين
الطويه دائما ملي غطويو العجينه دائما تبقاو ترجعوها على يدكم اليمين باش تصدق لكم العجينه المورقه. صافي غنديروا نفس الطريقه، يعني غنسرحوا العجينه ديالنا طول وغنعاود نطويوها بنفس الطريقه. هنا كيبان لكم انني كنضيف الدقيق، ولكن راه كنضيف الكميه قليله. ما عرفت في الفيديو كيبان ان كميه كثيره، ضروري كما قلت لكم ضروري الكميه خاص تكون قليله بزاف. نسرحوا العجينه كما كيبان لكم في الفيديو. دورتها اللي كيكون من الفوق كنهبطوا لتحت ماشي مشكل، غير ما نعطيوش ليها في العرض. كما قلت لكم ما نسرحوها مزيان، نحاولوا نطويوها بنفس الطريقه اللي طويناها في الاول. نحيدوا الدقيق كله هذا وغنغطيوها بلاستيك غذائي وغندخلوها للثلاجه تقريبا 15 دقيقه. عاد غنعاودوا نديروا عمليه ثانيه ان شاء الله. هنا دوزت عندي 15 دقيقه في الثلاجه، خرجتها دابا باش غنعاود ليها نفس الطريقه. يعني غنعاود نسرحها دائما الطويه كتكون على جهه اليمين كما كيبان لكم على يدي اليمين. غنحاول نسرحها وغنطويها وغنعاود عاوتاني نسرحها وغنطويها. غنكونوا سالينا من العجينه التطوريق كتكون موجوده عندنا. يعني خليت لكم الفيديو شويه طويل، واخا كاينين شي مقاطع اللي زربت فيهم، ولكن بغيت تشوفوا يعني جميع الطرق، ما بغيتش نقطع لكم، وخاصه الناس اللي مازال مبتدئات اللي ما كيصدقش ليهم عجينه المورقه، ولا اللي ما كيعرفش كيفاش كيدار العجينه المورقه. وكاينين بزاف، انا ما كنهضرش على اللي كيعرفوا بطبيعه الحال، كنهضر على الناس اللي ما كيصدقش ليهم ولا ما كيعرفوش كيفاش كيتصاوب العجينه المورقه. انا تعلمت العجينه المورقه واخا كنت كنعرفها، ولكن تعلمتها على يد شيف باتيسري ولا حلواني. تعلمتها على يدو وما شاء الله كتصدق يعني 100%. داكشي اللي تعلمته غنحاول نحط لكم في الفيديو. كنتمنى منكم غير دعموني ان شاء الله، وباش نعطيكم كل شيء ما عندي باذن الله. وكما كيبان لكم يعني كنحاول كنسرح العجينه ديالي بالطول، ما كنرقوهاش بزاف، يعني على الاقل توصل لنا 1 سنتيمتر في العلو ديالها لهذا. وغنحيد الدقيق وغنطويها. هذه غتكون المره الثالثه. دائما الطويه كتكون على جهه اليمين، وغنعاود نفس الطريقه. يعني غنسرح العجينه ديالي على طول، على شكل طولي حتى تسرح عندي مزيان. يعني غيولي العلو ديالها تقريبا سنتيمتر 1، وغنطويها بنفس الطريقه. صافي من بعد ما سرحتها غنطويها دابا، وغتكون هذه هي الاخيره، الطويه الاخيره، وكتكون عندنا العجينه ديالنا موجوده. كتكون غنقطعها في الوسط، من الوسط، يعني غنشوف الوسط وغنحاول نقطعها باش يبان لكم التوريق كيفاش كيجي في العجينه. وان شاء الله بهاد العجينه هذه غندير لكم وصفات منها، درتها لكم في الاول باش غنحط لكم وصفات منها. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى من كل قلبي ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايكات واشتركوا في القناه الا مازال ما مشتركينش، ضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم، فرصه اخرى ان شاء الله.